هناك من انحرف في تفسير هذه الآية: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فقال الشفاء هنا يعود إلى القرآن. القاضي أبو بكر بن العربي رد هذا التفسير وقال هذا يعني لو صح نقلا لم يصح عقلا، لأن مساق الكلام كله إنما هو راجع إلى عسل النحل، راجع إلى عسل النحل، فالشفاء هنا في عسل النحل. وأيضا لما روي أن رجلا شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجع بطن أخيه، فقال اسقه عسلا، والمرة الثانية قال له اسقه عسلا، عاد إليه في الثالثة اسقه عسلا، فقال سقيته عسلا ولم يشفى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ.